عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صوص الكراميل المناسب لكل الحلويات وكل الوصفات والكيكات اللي انت حابه تعمليها، وباسهل طريقه بابسط المكونات، مش مكلف نهائيا. يلا بينا نبدا على طول في المقادير اللي معانا. اول حاجه هتجيبي الصينيه بتاعتك او حله، المهم تكون حاجه غويطه شويه وكبيره، عشان خاطر لما نيجي نستعملها وهو بيفور ما يفورش ويبهدلك الدنيا. اول حاجه هتجيبي الصينيه بتاعتك تحطي فيها كوبايه من السكر. عايزه تحطيها على 3 مراحل او مرحلتين براحتك، عايزه تحطيهم في مرحله واحده زي ما انا عملت براحتك، بس هتاخد معاكي وقت شويه. هتحطيها على النار، ومهم جدا توطي النار على الاخر، ما تعليهاش نهائيا، خلي النار واطيه جدا. بعد كده هتلاقيه بدا يعمل كرمله ويسيح على الجناب كده. اول ما يوصل معاكي للدرجه اللي قدامك دي ابداي قلبي فيه عادي، بس تقلبي بمعلقه خشن، ما تقلبيش مع اي معلقه تانية. وانت بتتعاملي مع الكراميل اتعاملي معاه بالراحه وبحذر، ما توقفيش اطفال جنبك عشان بيبقى سخن قوي فما يلسعكيش. وانت بتعملي الكراميل خلي المكونات جنبك عشان ما تلخبطيش نفسك او تقعدي تجري كده في المطبخ وتجيبيها، عشان ما تتبهدليش او السكر يتحرق منك. هحط عليه معلقه صغيره من الزبده واقلبها، هتسيح معاكي على طول. بعد كده انزل عليها بكوبايه من اللبن، تكون درجه حراره الغرفه او سخنه عادي، بس ما تبقاش من التلاجة. طبعا على نار هاديه. حبيتي حاسه ان انت الموضوع هيفور منك او الدنيا تتبهدل، اطفي النار وقلبيه وبعد كده ارجعي. اول ما تحطي اللبن هتلاقيه كتل معاكي وتقيل قوي كده ونمسك نفسه. ما تقلقيش خالص، سيبيه السخونيه هتفكه مع التقليب المستمر، اوعي تشيلي ايدك منه، خليكي قلبي معاه باستمرار، هتلاقيه فك معاكي بالشكل اللي قدامك ده. وتكوني مجهزه معلقه صغيره من النشا، عليها معلقه كمان كبيره من الميه، تقلبيهم كويس مع بعض وتنزلي على الصوص بيها عشان القوام يتقل شويه. وتقلبي النار تخليه يغلي غلوه وتطفيه، وتصبيها بعد كده في اي حاجه. عايزه اقولك مناسب لكل الحلويات، سهل وسريع ولذيذ، بديل لاي صوص انت عايزه تجيبيه وغالي ومكلف. عايزه اقولك ده اتعمل ب3 مكونات بس. ينفع لكل الحلويات، سواء جلاش حلوه، كون تورته، كيكه. عايزه اقولك ان احنا عملنا كمان شوكولاته دبي بالحشوه بتاعه الكراميل والكنافه، شوفيها بجد لذيذه وحلوه قوي. وبس كده، متنسيش بقى تشتركي في القناه وتعملي لايك.